السلام عليكم، معكم أحمد الهدل. يعني إيه أخلي تورنت يحمل ملف بعد انتهاء ملف تلقائيا؟ يعني أنا لو بحمل 3 ملفات تورنت مع بعض، هخلي برنامج تورنت أول ما يخلص من الملف الأول يبدأ في الملف التاني تلقائيا وهكذا. لكن لو حملنا ال3 ملفات بالطريقة الافتراضية، وهي إنك تشغل التحميل عليهم هما ال3 مع بعض، ده هيسبب لك أزمة مش لطيفة. والأزمة هي إن سرعة التحميل عندك هتتشتت على ال3 ملفات، وهيحمله ببطء جدا، خصوصا لو سرعة اتصالك بسيطة. وفي الفيديو ده هشرح لك ازاي تخلي التورنت يحمل في ملف واحد، وبعد ما يخلص منه يدخل على الملف التاني ويبدأ تحميله تلقائيا. هنفتح برنامج يوتورنت، وبعد كده هنروح على اوبشنز وهنختار بريفنسز. بعد ما نختار بريفنسز هنختار كيوينج. بعد كده هنيجي عند خانة maximum number of active downloads، هنحولها من 5 ل1، أو من الرقم اللي موجود عندك حاليا ل1. بعد كده هنضغط اوكي. هرجع للملفات اللي انا بحملها، زي ما انتوا شايفين ملف واحد بيحمل والباقي معمول له ستوب. هاجي اعمل ستارت للملفين الباقيين، هلاحظ انهم اتحولوا كويد، وده معناه انهم في وضعية الطابور. طبعا لما فعلتهم ما اثرش تماما على سرعة تحميل الملف الاول، وبكده اول ما يخلص التحميل في الملف الاول هيبدأ التحميل في الملف التاني. لو شايف ان الفيديو ده افادك اعمل لايك، ولو شايف انه هيفيد غيرك اعمله شير، وكمان لو مستني جديد فيديوهاتي ما تنساش تعمل سبسكرايب.